السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ فقرتنا الجديدة وهي قراءة وتوقعات الأبراج أو طبعا الأبراج، والقراءة راح تكون عامة، واليوم راح نختار لكم طبعا برج الأسد. وهذه القراءة يا بنات عامة لأبراج الأسد. نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وطبعا وياكم أم زينب لجميع القراءات ملكة الأبراج والتاروت. هنشوف طبعا لبرج الأسد ايش راح تطلع له، وخنشوف أول ورقة شو تقول لبرج الأسد. برج الأسد أول ورقة أنت الكينج، هذا صاحب الورقة السعيدة مثل ما نقول. أول ورقة بالسحبة لبرج الأسد، هنا عندك أنت متمكن يا برج الأسد. هذه الفترات أو هذه الأيام أنت مفكر بخطة، أو أنت مسوي لك خطة جديدة بحياتك، وهاي الخطة الجديدة بحياتك إن شاء الله راح تكون ناجحة. أنت هنا هسه مسيطر، أنت مثل ما نقول تحس ذات قوة ونفوذ. عندك هذه الأيام إن شاء الله راح تكون تغيرات، وهاي التغيرات يا برج الأسد راح تكون بصالحك. أكو في فوز عندك، في انتصار عندك، إن أنت ملك الساحة مثل ما نقول. أنت هنا ملك الساحة، مسيطر على كل الأمور، من بعد فشل، من بعد أمور هواي خذلت بيها، ناس هواي خذلوك، اللي هسه أنت رجعت حاليا يا برج الأسد نشاطك، حتى أنت إن شاء الله راح تبدي بداية جديدة، أمل جديد، وحياة جديدة مع أشخاص جدد، مع ناس جدد بحياتك. وإن شاء الله جاي أشوفن عندك انتصار، وأشوفن عندك طموح وأحلام كثيرة ذات مناصب عالية. لبرج الأسد عندهم تغييرات مناصب، عندهم تغيير عمل، عندهم تغيير مكان، إن شاء الله رح يكون قريب. فلا تفكر ولا تتعب، لك بشرة سارة يا برج الأسد. عندك بشرة سارة يا برج الأسد. هاي هنا الورقة شنو تحمل؟ تحمل مفاجآت كلش حلوة يا برج الأسد. هنا عندك مناسبة، احتمال للمتزوجة تريد حمل. صاحب برج الأسد احتمال ما عندك أطفال، زوجتك لها إن شاء الله تبشر بالحمل عن قريب، فإن شاء الله تكون بشاير خير. لبرج الأسد جاي تطلع أوراقه كلش طاقاتها قوية، كلها مفاجآت، وكلها تدل على السرور إن شاء الله. قريبا على هذه الفترات الجاية راح تتغير حياتك يا برج الأسد، وتكون حياة سعيدة من بعد ما كانت عندك حياة تعب وشفت بيها هواي أمور. حتى زواج للعزاب أكو راح يكون عنده. هاي هنا احتفال بمناسبة وارتباط إن شاء الله طبعا الأبراج الأسد، الأنثى أو الذكور العزاب. لكم بشرة على هذه الأشهر القليلة، أو على هذا الشهر اللي أكثرية من عندكم مقبلين على زواج أو خطبة، إن شاء الله رح يغيرون حياتهم. أوراقك يا برج الأسد كلها حلوة، كلها حلوة. أبراج الأسد إن شاء الله تتأمل خير، مفاجآت هواي وأمور هواي، أوجه هواي رح تنكشف لك، ورسالة عن قريب جايت لك. رح تكون هذه الرسالة من شخص أنت تنتظره، أو متأمل من عنده يدز لك أخبار عن حياته أو عن سبب بعده. هذه الأخبار رح تكون كلها جيدة إن شاء الله خير. وكانت هذه عندنا قراءة مختصرة لبرج الأسد الذكور والإناث. وطبعا إن شاء الله على هذا الشهر، على هذه الأيام رح تكون عندكم مفاجآت هواية يا أبراج الأسد، وتوقعات غير متوقعينها، أمور غير متوقعينها، من ناحية عمل، من ناحية عاطفة، من ناحية زواج، من ناحية حمل، أو من ناحية أمور مادية. إن شاء الله خير، ونقول لكم مع السلامة. وكانت وياكم طبعا ملكة الأبراج والتاروت أم زينب.